يعقوب بدله لاحقه، بين السيطرة واضحة ليعقوب الجابري، ممكن نشوف ضربة قاضية، ممكن نشوف ايقاف من الحكم. يعقوب بدله مكفى ولوكاس عم يدافع، بس بين انه يعقوب الجابري قاعد دكار الرياضية من العاصمة السنغال، من العاصمة دكار بالسنغال. مرحبا بكم متابعي صفحة ام بالعربي في مقطع جديد، والذي سنقدم من خلاله خبر عاجل حول فوز البطل الجزائري يعقوب جابري ضد الألماني لوكاس وولز. هذا البطل أرى أن لديه مستقبل كبير جدا، شرس في الحلبة، وكذلك ضرباته قوية ومؤلمة. قبل متابعة النزال المرجو النقر على زر لايك ومشاركة المقطع هذا إن أردت دعم المحتوى، وكذلك التعريف أكثر ببطلنا الجزائري للمجتمع العربي. والآن لنتابع النزال معا. هي عبارة عن 3 جولات، مدة كل جولة 3 دقائق، وهي باسلوب البوكسينج كي 1. عندنا حذر بين اللاعبين. ببلش يعقوب الجابري اول حملة جابز مع لو كيك، بيرد له لوكاس والدز وبيورجيه انه هو جاهز كمان وحاضر. جاب ابركات من لوكاس والدز وبصير في بريك بيناتهم، بيرجع بصير في جوابات بين اللاعبين. لو كيك من على الفخذ من المنطقة الداخلية من يعقوب، وبيرد له لوكاس بهوك. اللاعبين فايتين عندهم جيم بلان، عارفين بعض، محضرين لبعض، وبنشوف صار في انزلاق بسيط من يعقوب الجابري، بيرجع بيقف دغري. لوكاس مبين انه عم يعتمد اكثر باسلوبه على الهوك، على الهوك بانشز مع الهاي كيكس او اللو كيكس، ويعقوب عم يرد له، عم يجاوبه دغري. هون يعني مبينين انه مش رح يتركوها للحكام، بس في حال وصلت النتيجه للحكام يكون في فرق كبير بالنقط. علشان هيك عم نلاحظ بس حدا يعطي 1 جاب الثاني بيرد له 2 جاب، والعكس صحيح. لو كيك حلوه من يعقوب. لوكاس جامد، لوكاس ثابت على ارض الحلبه، ما عم يتجاوب مع يعقوب. يعقوب عم يلعب عليه مايند جيم، كان انه يخليه يتحمس ويتحرك، ولكن لوكاس كمان خبير ومحضر له مزبوط. بنشوف اثنين مركزين على اللو كيكس. وزن 62 كيلوغرام، وزن كتير رائع، بيشمل يعني عندك سرعة اللاعب، وبنفس الوقت عنده القوة وخفة الحركة كمان، يعني ماتش متكامل. بنشوف هون لوكاس بعده عم يجرب يسيطر على وسط الحلبة، وبرجع بذكر جماهيرنا بيزحط لوكاس زحطة بسيطة بس عادي، بيرجع بيوقف. برجع اذكر انه بالعادة يلي بيسيطر على نص الحلبة بيلعب لعبة نفسية مع خصمه، بصير بيخليه يتحرك مثل ما بده. وهون بنشوف في التحام بسيط، الحكم بيفرقون، بيرجع بيسمح لهم يرجعوا يكفوا النزال. جولة أولى كتير حلوة، جولة أولى فيها دراسة اللاعبين، كل لاعب عم يدرس خصمه. هيدي كلها بعد ما شفنا شيء. الجولة الثانية رح تكون نارية أكتر، هيدي أول جولة بس دراسة الخصم. بيعطي يعقوب هاي كيك، لكن لوكاس بيعمل لها ديفنس، بتيجي بالجلوفز، وبالتالي ما بياخذ ولا بوينت. لوكاس عم يجرب يحط يعقوب بالزاوية، ولكن يعقوب بذكاء بيرجع بيطلع منها، وبس بنضلنا عم نشوف انه لوكاس عم يجرب يسيطر. يعقوب بياخذ لو كيك، بيرد لو كيك، هيدا الحلو الجواب. بياخذ لو كيك بيجاوبه دغري، وبصير في الحكم رجع جمعهم وسمح لهم يكفوا النزال، ومنكفي الجولة الأولى مع بيرجع خلص. بنشوف كر وفر حلو كتير من الطرفين، ولكن تنتهي الجولة الأولى والاثنين جاهزين والاثنين بانتظار. بتبدأ المباراة بالجولة الثانية. برجع بذكر هيدي المباراة عبارة عن 3 جولات 3 دقايق، ولكن بحس انه ما رح نوصل للدقيقة الثالثة. عم نشوف جوابات من اثنين، فرونت كيك على الوجه من يعقوب الجابري بيسيبه للوكاس. لوكاس بيرجع بيرد له بلكمات جابز، وبنشوف بين الجيم بلان عند يعقوب انه سويتش تو هاي كيك ناو. اليوم يعقوب عم يركز على الركلات الصاعدة. لوكاس عم يقصر مسافة، بده يلعب بوكس. الاثنين مختلفين، عندهم كل واحد عنده جيم بلان، عم يسمعوا كلام مدربينهم. في قوة، في ضغط، مباراة كتير حلوة. وبصير في رمي من يعقوب الجابري للوكاس، ولكن هيدي مش مسموحة باسلوب الكي 1.
يعقوب بياخد تنبيه من الحكم انه ممنوع هيدا الشيء، وبرجع بنكفي المباراة. كمان لوكاس ولا كأنه أثرت فيه هيدي، بيرجع بيوقف. أبطال على مستوى عالمي عن جد، يعني ما بيستاهلوا يكونوا ياخدوا مكان بهيدي الليلة المميزة من اي سي اس الموجودين فيها من العاصمة السنغالية دكار. عم نشوف يعني مهارات بالملاكمة مخيفة، عندهم ركلات بتعقد. لوكاس انحشر بالزاوية، يعقوب هلا مسيطر عم يرمي لكماته، لازم يعقوب يطلع من لازم لوكاس يطلع من الزاوية. اللي صار بس انه يعقوب عطى كيك مع كلينش، والكلينش مش مسموح برياضة باسلوب الكي 1، بس بيرجع يعقوب بيحشر لوكاس بالزاوية. لوكاس هلا هيز ان ترابل، لازم يطلع من الزاوية وبرافو عليه، بيرجع بيطلع، بس يعقوب بدله لاحقه. بينت السيطرة واضحة ليعقوب الجابري، ممكن نشوف ضربة قاضية، ممكن نشوف ايقاف من الحكم. يعقوب بدله مكفى ولوكاس عم يدافع، بس لوكاس بين عليه التعب. يعقوب مسيطر، واول نوك داون، واول نوك داون بالمباراة، اول نوك داون بي اي سي اس فايت نايت سنغال. عم يعدل له الحكم، بيعطيه فرصة ليعدل له للثمانية، اذا ما وقف تعتبر تي كي او تكنيكال نوك، ولكن لوكاس بيوقف. برافو عليه، بطل. ولكن انا بحس انه يعقوب ما راح يعطيه فرصه يتنفس، ما راح يعطيه فرصه يرجع ياخد يستجمع قوته، وراح يكبس عليه وراح يكفي. بنشوف الحكم عم يعطي الاذن ببدء المباراه ومنكفي، ولكن بنشوف لوكاس بلش هو بالكرو بجواباته هاي كيك، ولكن بيعمل لها دفاع يعقوب الجابري. بيرجع بجرب يعقوب يسيطر على لوكاس على هالحبل، لازم يطلع من الحبل بأسرع وقت وإلا بصير بيوقع بلعبته ليعقوب. تو كيكس في ني من يعقوب بتيجي بجسمه للوكاس بتأثر. فرونت كيك مؤثرة. يعقوب يعني متميز. يعقوب مبين هو المسيطر. يعقوب منه ناوي يروح لقرار الحكام، ولكن لوكاس بعده بيقاتل وبعده بجرب يقاوم. هلا بهيدي المرحله من المباراه عم نشوف سيطره تامه ليعقوب. الحل الوحيد عند لوكاس انه ياخذ كي او، ياخذ نوك اوت لحتى يقدر يربح المباراه، لانه برايي اذا بتوصل لعند الحكام يعقوب ربحان لحد الان، الا اذا بصير في شيء وبيتغير. التعب مبين واضح على لوكاس. تبدا الجوله الثالثه والاخيره، مدتها 3 دقائق كمان. يعقوب مبين انه بده يخلص الجوله باسرع وقت ممكن. لوكاس بانتظار ضربه قاضيه. النقاط لهلا لصالح يعقوب الجابري، والقوه مبينه، قوه التحمل، الاستامينا بعدها. يعقوب مبين كانه بعده عم يلعب اول جوله. تعب واضح على لوكاس. نرجع بنذكر يعقوب هو من الجزائر ولوكاس من المانيا. بيرجع بيعلق بالزاويه لوكاس. يعقوب بيسدد له لكمات مع فلاينج ني، وراح نشوف في نوك اوت قريبه، وبينزل وثاني نوك داون بالمباراه. الحكم بيعطيه فرصه 8 ثواني لحتى يرجع يوقف. 6 7 ولوكاس بيرجع بيوقف. بالقانون الاحترافي لازم يوقف قبل 8 ثواني والا بتخلص المباراه. سيزر كيك من لوكاس، ولكن بيوقف. التعب واضح عليه. يعقوب مندفع. يعقوب عم بده ينهي المباراة بأسرع وقت، لازم ينهيها. بيرجع على الزاوية و راح ممكن نشوف نوك داون إذا بضل لوكاس بالزاوية. عم يجرب يطلع بس تعبان ضعيف، عنده خلص ما بقى ما شكله ما بقى قادر يكفي أبدا. يعقوب بده ينهي المباراة. يعقوب بعده عم يجرب ينهي المباراة بأسرع وقت قبل ما تخلص النتيجة، ما بده ياخدها عند الحكام. لوكاس عم يدافع بهيدي اللحظة، بس عم يدافع، ما عم يعطي ولا هجوم. ممكن الحكم بأي لحظة يتدخل، ممكن الحكم يعطيه one more count، وبالفعل عطاه one more count، وبهالحالة راح ينهي المباراة. وبالفعل راح ينهي المباراة. القانون بيقول أروع هارد لك للوكاس والدز. لاعبين رهيبين، بس اليوم بين انه
يعقوب الجابري محضر أفضل. متابعي صفحة ام بالعربي، نشكركم على متابعة المقطع. لمتابعة المزيد كل ما يجب عليكم فعله فقط الدخول إلى الصفحة، وهناك سوف تجدون العديد من المقاطع التي بإمكانكم متابعتها. وإن أردتم دعم البطل وكذلك دعم المحتوى الذي نقدم، شاركوا المقطع مع أصدقائكم. إلى اللقاء.